السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بصراحة الواحد حزين على الطفلة الجميلة، ما شاء الله كانت جميلة، ربنا يصبر أهلها. أيسل عمرو، الطفلة اللي قدامنا دي أيسل، طفلة عندها 7 سنين. في يوم كانت في أجازة مع أهلها في قرية في العين السخنة، الساعة 4 العصر. البنت كانت بتلعب في حمام السباحة، ومامتها كانت عينها عليها وبتراقبها، فأختها اللي أصغر منها طلبت من مامتها إنها توديها الحمام، فالأم أخدتها وراحت بيها الحمام. بمجرد ما الأم راحت الحمام فجأة ظهر شخص في حمام السباحة وقرب من الطفلة أيسل بطريقة إجرامية واعتدى عليها. البنت من الصدمة مش مستوعبة ايه اللي بيحصل، ومن الخوف والخضة جالها سكتة قلبية. الأم رجعت لقت بنتها ماتت. انتوا متخيلين كمية القهر والحزن؟ رغم كل اللي حصل المجرم خد حكم نهائي ب15 سنة سجن، لأنه أقل من 18 سنة، وقانون الطفل أقصى عقوبة فيه 15 سنة. مامتها يا عيني منزلة بوست وبتقول مش عارفة أبتدي منين. دي أيسل بنتي الجميلة اللي كان كل هدفها في الحياة تطلع دكتورة وبعدين تعمل مركز طبي للناس الغلابة. هي بنوتة شاطرة قوي وكانت حافظة القرآن، وخطها رائع، ومثقفة ومؤدبة جدا، بتحب كل أصحابها وأهلها. عندها هدف في حياتها وأشطر واحدة في مدرستها. كانت بتشيل معايا المسؤولية في كل حاجة. أحن واحدة في العالم كله، اللي مربية أختها الصغيرة. ايه ذنبها؟ عملت ايه؟ انا مش عارفة استوعب انها تموت على ايد واحد مش متربي. امه مش فاضية تربيه، لا هي ولا ابوه، سايبينه للمواقع الاباحية. حياتنا كلها تحولت لكابوس في لحظة حقيقي. الله يكون في عونك يا مامة ايسل، الله يكون في عونها بجد، الله يكون في عونها ويصبرها. يعني ايه طفل عنده 16 او 17 سنة يتقال عليه طفل؟ ازاي يقتل ويغتصب ويسرق ونقول طفل ويدخل الإصلاحية؟ نتمنى صوت الأم ده يوصل والقانون يتغير ويحاسب الإنسان حسب إدراكه. الحادثة دي برضو بتفكرنا بحادثة زينة بتاعة بورسعيد اللي كانت من حوالي 12 سنة، لما 2 اعتدوا عليها ورموها من سطح المنور، سطح البيت، رموها يعني في المنور في العمارة بتاعتهم، وبرضو خدوا 15 سنة. ازاي 2 مجرمين زي كده يطلعوا ويعيشوا معانا تاني ومع اولادنا؟ ازاي؟ عشان كده عايزين ان احنا نقف وقفة مع ام ايسل. يا عيني بتحارب بقالها سنتين عشان حق بنتها، وعشان صوتها يوصل للناس كلها، لانها شايفة واحنا كمان شايفين ان الجريمة دي مش غلطة طفل، دي جريمة من شخص خطير، وخروجه بعد كام سنة برضو يرجع لينا تاني ولولادنا، ويتعامل مع أطفالنا ويتعامل ويعيش حياته عادي. إزاي؟ بجد حقيقي الواحد حزين جدا على البنت دي وأمثالها الكتير. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يعمل الفعل ده مع طفل أو طفلة، لأن احنا بقينا في وقت ربنا اللي يعديها على خير والله، وربنا يسترها على الكل. انا بصراحة انا من الموقف ومن الخبر اللي انا سمعته انا حاسة نفسي ان انا مش مركزة، لان الموقف صعب اوي وكلنا بنحط نفسنا مكان ام ايسل وغيرها. فبجد يا حبيبتي ربنا يصبرك، ربنا يصبرك يا رب ويجعلها يا رب كده في الجنة، لأنها هي عروسة الجنة. وربنا يكون في عونك يا حبيبتي. أتمنى يا جماعة كل واحد يخلي باله على ولاده، سواء ولد أو بنت، ما بقتش تفرق دلوقتي. كان خوفنا كله على البنات، دلوقتي بقى على الولاد كمان. واللي حاصل كمان في مدرسة من المدارس في أكتوبر تقريبا، كام ولد لحد دلوقتي متقدم 6 بلاغات. برضه هعمل لكم حلقة عنها برضه، وأعمل لكم فيديو عنه برضه للتوعية، علشان إن احنا نوعي ولادنا ونحذرهم، لأن بقى الموضوع صعب يا جماعة ومنتشر جدا جدا. متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة ولايك وشير وسبسكرايب، عشان يوصلكم مني كل جديد.
وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع منوعات ماما فوف.